يا ولد. لا نادي الزمالك يا لا فندم استنى من فضلك. يا فندم من معلش فضلك. بعد اذن كنت حضرتك، بتتحايل اكيد حضرتك عليا ضفت في لنادي المكتب. الزمالك، بس نادي الزمالك من اوعى تهرج. 1911. طالع يا بيه تقول ظلم نفسه ومش انت مين تاني؟ هو شكر فيك يا معلم الشارع يا على بيه فكره. اسمعني من مش فضلك. بتكلم عليك أنا كويس. مين يا يا بيه محمد ده عبد حسين العال نبيل اللي حضرتك مسلطه. كنت عايزه مذيع في قناه الزمالك في يوم من الايام؟ انا مين يا بيه ايه؟ مذيع انت بتهرج، كنت عايز تمشي على هواك. طب الاخ ممدوح والاخ حسين لبيب. لا انا ما عنديش التهريج ده اول. مش عارف يا فندم، تاني. يعني انا مالي وانت بالاسماء اللي ناسي حضرتك كنت بتقولها بتيجي تعمل ايه في النادي؟ فندم. انت ناسي لما كنت بتقعد بالساعات مستنيني عشان تتكلم معايا؟ اقعد بالساعات؟ طالع تقول لا ما عليا انا حصلش، لا ما ظلمت حصلش، ما كنتش نفسي بقعد بالساعات وانا اللي وقعت يا النادي. فندم بعد اذن حضرتك. لا ما ده انت كنتش بقعد بتهرج يا اخ بالساعات، لا ما ماضي. حصلش الكلام ده، معلش يعني لا ما يا بيه ما الواد حصلش. يا يقول معلم لي. الشارع على فكره هو بيشكر يا بيه فيك، بيقول الواد يقول فترتك لي كانت استنى انت كويسه من فضلك. ولها سلبيات ولها وانت ايجابيات. كمان جايب واحد يهرج. هو ما هرجش على فكره. لا يا بيه اسمه ايه البرنامج بتنطط ده؟ على ده الكرسي يا فندم. تهريج. طب ايه؟ انا ظلمت نفسي يا ابني. اللي قدامك ده يا ولد، واحد اصغر مؤلف قانون في مصر، اثنين اكبر مصادر جنائيه انا مؤلفها، ثلاثه رئيس نيابه، اربعه رئيس محكمه، يا معلم المستشار مصر كلها عارفه الكلام ده. 12 بطوله للنادي. ايوه ايه المشكله؟ ايه المشكله ان حضرتك عامل كل الانجازات دي؟ ده شيء يحسب ليك، لكن امال مين يا ولد اللي ظلم نفسه؟ حضرتك ظلمت نفسك، حضرتك لا لا دخلت انت في بتهرج صدامات يا مع ماضو. ناس ما ينفعش تخش لا معاهم لا بدون تهريج. اي مبرر. لا يا بيه الكلام ده تهريج، ما ياكلش معايا. الاسد راجع وانا جنبك في المدينه وجاي لك. لا انا جنبك في المدينه. الو اتفضل. معلم لا المستشار. انا جنبك في المدينه بلا لولا يا بيه انا قافل في وشه. يعني سببتني انت مشكله على فكره يا استاذ محمد. يا فندم معلش يعني، أستاذ محمد. هو ايه المشكله؟ أستاذ ايه محمد. ايه الراي اللي انا قلته غلط؟ يا باشا ازاي ده يحصل؟ وازاي الراجل ما قالش حاجه على فكره، واللي يوصله رساله برضه يوصلها يا استاذ محمد. بص يا استاذي، بس عشان استاذ محمد انا ما عنديش مشكله ان هو اتصل، بس هل انا غلطت فيه؟ لا. هو المشكله مش في كده، المشكله انه بيقول لك في ما بيقول لي المدينه يا ولد ومش وممكن يا يجي ولد، في اي هو وقت. في فرق سن عامة يخليني ما اعرفش ارد، بس لكن ما ينفعش يقول لي انت مين. انا مين ده اللي حضرتك في يوم هو من تفتكر الايام انه ممكن يجي؟ هيجي يعمل ايه؟ ما هو بيقول لك انا جنبك في المدينه، هو عامه برضه يعني. يشرف. اهلا وسهلا، يا سلام. طيب احنا هقول لك على حاجه، احنا معانا صورتين هنرجع تاني نخلص الصورتين. انا بس عندي حاجه عايز اقولها والنبي. اتفضل. هو انا مين؟ معلش دي جايه من انهي حته يعني؟ لو انا مين ليه هو في يوم من الايام انت كنت طلبني رديت عليه بقى عشان أشتغل برضه في ما عندوش ليه القناة؟ ما ترد. طيب حاضر مفيش مشكله. طيب بس انا رفضت اشتغل في قناه في عصره يعني انت رفضت تشتغل في قناه قناه في في عصره اول الحلقه يعني قبل ما يخش. طيب خالص. هنرجع بقى من الفصل. تمام اتفضل. ورجعنا لكم من الفصل تاني ومحمد عبد العال ماضو. نشوف بقيه الصور. يلا بينا. كابتن